everyone, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا الأعزاء وإياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زالت قضية مصطفى المومري وابنه حديث الساعة. المجلس الطبي اليمني الذي ما زال متعنتا متثمتا بكل جرأة ووقاحة، لم يخرج لنا أحد من هذا المجلس بتصريح أو تبرير أو باعتذار أو بتوضيح عن ماذا يحدث. لماذا؟ بأي قانون بأي عرف تمنع مصطفى المومري وابنه أو أي إنسان متواجد على الأرض اليمنية من العلاج وأخذ حقوقه كاملة من الفحوصات الطبية والإجراءات اللازمة؟ لماذا؟ أليس هناك رجل رشيد عاقل واعي يسمع يعقل يفهم ما هي هذه القضية، يحاسب الظالم ويقتص للمظلوم؟ حكومتنا والله الموضوع بسيط وسهل جدا، أبسط مما تتصورون. ضروري تخرج هذه القضية رأي عام ويبدأ الناس بالكلام، وتبدأ الأطروحات والفيديوهات من قريب وبعيد، من محب وكاره على السوشيال ميديا لطرح هذه القضية والتهكم والمسخرة وإبداء الآراء. لماذا لا يخرج أحدكم ويلتزم بمحاسبة هؤلاء المقصرين؟ ونحن هنا لا نقف إلا في الحياد. الظالم يؤخذ على يديه ويحاسب، والمظلوم يؤخذ حقه بالقانون وبالشرع وبنصوص القانون اليمني. أما أن المجلس الطبي يتصرف بكل أريحية، ولا محاسب ولا رقيب، لا نيابة لا مدعي عام لا وزير الصحة، أذن من طين والأخرى من عجين. والنهاية ما هي؟ نظل هكذا نستمر في الحديث؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى متى؟ إلى متى؟ أخطاء طبية، كوارث جراحية، مستشفيات تحتاج إلى المعاينة والفحص والاختبار، كل شيء هالك متهالك. يا وزير الصحة حفظك الله ورعاك، يعني لك الصلاحيات، القانون أعطاك الصلاحيات، بموجب القانون تستدعي أحد أعضاء هذا المجلس الطبي، تستمع لهم، تسمع وجهة نظرهم في هذه المشكلة ومشاكل أخرى لا تعد ولا تحصى. لجنة طبية مكونة من مندوب من وزير الصحة ومن مجلس الوزراء من البرلمان، تخرج إلى المستشفيات، تخرج إلى المراكز الصحية، المستشفيات الصحية، المراكز الحكومية، المراكز الخاصة، تبدأ في التفتيش والتدقيق. شيء طبيعي جدا في أغلب الدول يصير، يعني الوضع عندنا طبيعي كذا. هذا وضع طبيعي الآن اللي يصير هذه من بلاوي وكوارث ومصايب، وضع طبيعي بالنسبة لك. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله تعبنا كلام، تعبنا. وعندما ننتقد أو نتكلم أو نتحدث في هذه المواضيع الشائكة المعقدة التي تشيب الرأس والذقن والإرث، والله ليس حبا في الظهور أو الشهرة، إنما هو من قلب محب لوطنه وأبناء بلده. نريد أن تصبح بلادنا أفضل البلدان في العالم، تتمتع بالخدمات الصحية والدراسية والاقتصادية. ليش؟ لماذا؟ واي؟ إيش المانع؟ لكن الكل فقط يأكل وينام ويشرب. أنا أكفي خيري شري. أنت مسؤول، أنت المواطن المسؤول الأول قبل الوزير وقبل المجلس الطبي وقبل أي كافة. أنت المسؤول.
صمام الأمان الأول لبلدك. هذا القانون وهذا الدستور وهذه الشرائع كلها ما وضعت إلا لك لمصلحتك. فلا تقول يعني ما لي دخل، مش دخلني. لا، وقبل القانون والشرع والعرف والقبيلة أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. أخيك المسلم تنصره ظالما أو مظلوما، إن كان مظلوما تقتص له وتأخذ بحقه، وإن كان ظالما تأخذ بيده وتزجره وتنهاه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله العظيم يعني الشاعر يقول: إذا المرء لم يرآك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. المشكلة لا استطعنا أن ندع ونترك ولا استطعنا أن نسكت. غصة في القلب. السلام عليكم ورحمة الله.